مرحبا، معكم أفنان. اليوم رح نحضر مع بعض مدفون الدجاج مع السحاوق. طبعا هاي الوصفة من المطبخ اليمني. معروف المطبخ اليمني بوصفاته اللذيذة والطيبة، وبتحتوي على عناصر كتيرة من الخضار والدجاج والرز. فهاي الوصفة من ضمن الوصفات اليمنية الطيبة اللي ما بتاخد وقت كمان في الطبخ. رح نعملها بطنجرة الضغط. بتمنى تعجبكم وصفة اليوم، وبتمنى لكم فرجة ممتعة، ويلا نبدأ مع بعض. اول شي في طنجرة الضغط راح نبدأ بوضع الخضار. راح نحط البصل والفليفلة والجزر. تمام. قبل هيك، قبل نص ساعة بدنا نكون متبلين الدجاج بالملح والزعفران والبهارات العربية. حوالي نص ساعة عشان ياخد النكهة. تمام. بالنسبة للبطاطس ما تحطوها تحت، حطوها فوق عشان ما تشرب المية وينحرق من قبل ما يستوي معكم الدجاج. تمام. هنحط نص كاسة من المية. طبعا ضفت لها معلقة من البهار العربي علشان كله ياخد النكهة. راح نغطي الطنجرة ونظبطها انها يتشغل الضغط لمدة 3 ساعة على نار متوسطة. بالنسبة للرز لازم يكون مغسول ومنقوع لنص ساعة قبل الطبخ. بعدين راح نبدأ نطبخه نص طبخة، راح نسلقه نص طبخة. فراح نحط المية حوالي 6 كاسات من المية. هنضيف لها ملح وحب هيل. بعد هيك راح نضيف الرز اللي استخدمته في هاي الوصفة هو رز الوليمة. طبعا هنسلق الرز هنا ل5 دقايق بس، وبعد هيك راح نصفيه بهذا الشكل. راح نصفيه. نرجع مرة تانية للدجاج مع الخضار. طبعا بعد ما مر 3 ساعة هيك صار شكله. طبعا هي هتلاقوا في السائل المية صارت زيادة لأنه الخضار طلعت المية اللي فيها. راح نضيف الرز طبعا اللي طبخناه نص سلقة، وراح نوزع عليها زعفران. طبعا الزعفران بتكونوا نقعينه لمدة ساعة مع ماء الورد. تمام. راح نوزعه على الوجه بشكل عشوائي، وهنغطيه بس من غير ضغط، وهنتركه لمدة 10 دقايق ينطبخ كله مع بعضه. في هذا الوقت راح نحضر السحاوق. هنحتاج حبة طماطم، فص ثوم، شوية كزبرة، ورشة ملح. راح نحطهم كلهم بالخلاط وراح نخلطهم مع بعض لغاية ما يصير معنا الخليط سموثي وناعم. وهيك شكله صار جاهز معنا. وهذا بعد ما استوى معنا الرز راح نسكبه في صينية التقديم. والتزيين راح يكون بشوية زبيب. طبعا هو اختياري، يعني إذا حابين تحطوا زبيب فهذا شيء اختياري. وقدموا بجنبه السحاوق والزبادي. وبالعافية عليكم. بتمنى تكون عجبتكم وصفة اليوم، فلا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وشير لأصدقائكم عشان يشوفوا هاي الوصفة. وإذا كنتم مرين جديد على قناتي وعجبتكم بشرفني انكم تشتركوا معي بالقناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة. شكرا للمتابعة. استنوني في الفيديو الجاي مع وصفة جديدة. مع السلامة.